مساء الخير وألف مرحبا بكم أينما كنتم مشاهدي فايف تي في الأكارم. نعلم جيدا أحبائي الأفاضل بأنه لا يوجد دولة بكل أرجاء المعمورة مشكلة من قومية أو ديانة واحدة فقط، وحتى ربما مدينة واحدة أيضا، وعليه فإن التعددية سواء القومية أو الدينية أو المذهبية تعتبر سر جمال وقوة البلد، إن كان يحكمه نظام رشيد دستور عادل كمعظم البلدان الحضارية والمتقدمة علميا مثل أوروبا وأمريكا واليابان وغيرها القليل جدا من دول العالم الثالث التي تنظر للتعددية كنعمة وليست نقمة مثلما تستغلها كافة الأنظمة الشمولية الديكتاتورية في عالمنا المتخلف المشبع بالتناقضات الفكرية والصراعات السياسية والوهمية أصلا والمقنعة أو المقوننة وفق مقاسات وعقائد الحاكم المستبد، والذي يعتبر حاكم سوريا بشار الأسد أحد أبشع وجوههم القبيحة لتسخير التعددية في ديمومة حكمه الإجرامي. فتارة نراه علويا وأخرى سنيا أو مسيحيا أو علمانيا، وهو عمليا ليس إلا مجرما وإرهابيا لا ينتمي حتى للفصيل البشري. وما ديمومة إجرامه المنظم لخير تأكيد على تجرده من كافة الحالات والقيم الإنسانية، والذي يحتم على شعبنا السوري إدراك ذلك بفكر نير لتجاوز كل فتنه الطائفية العنصرية المقيتة، والذي سنناقشه الليلة مع ضيفينا الكريمين الأستاذ ثائر دليلة، وهو من مواليد مدينة اللاذقية عام 1971، عضو سابق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وحاليا عضو في أمارجي لجان الديمقراطية السورية. أهلا وسهلا بك أستاذ ثائر. أهلا وسهلا بك أستاذ ثائر، نورتنا. أهلا وسهلا فيك. جاوبت، ما بعرف إذا صوت واضح. واضح تماما، تفضل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم على الاستضافة، وأهلا وسهلا بالأستاذ صلاح. الله يسلمكم. كما نرحب باسمكم جميعا مشاهدي فايف تي في الأعزاء بالأستاذ صلاح زيبار، وهو من مواليد جبل الكرد عفرين عام 1945، خريج دبلوم علوم اقتصادية من جامعة زاغرب، وناشط للحركة السياسية الكردية السورية
منذ 55 عاما، وحاليا يعمل ضمن منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان، وناطق باسم التجمع المدني في عفرين. أهلا وسهلا بك أستاذ صلاح، نورتنا. شكرا، أهلا وسهلا بك وبالأستاذ سائر وبجميع مشاهدين ومستمعين هذا اللقاء. أشكركم جدا، كما باسمكم ضيوفي الكرام وباسم كل مشاهدينا نشكر من وراء الستار بالكنترول، الأستاذة يسرى زبير، والمهندس الفني الأخ سيبان، وعلى تعبهم معنا، وسيبقون معنا حتى نهاية البرنامج. أستاذ صلاح، لنبدأ معك. أهلا وسهلا. حبذا بداية لو تحدثنا عن نشوء أو تأسيس الدولة السورية بحدودها الجغرافية الراهنة، كيف تأسست ومن شو مكونة من مكوناتها القومية والدينية. تفضل. طبعا ليست الدولة السورية هي الوحيدة، بس الدول بحسب معاهدة سايكس بيكو التي أسست دول مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن وغيرها، فقسم منها دخلت تحت الانتداب الفرنسي وقسم تحت الانتداب الإنجليزي، هكذا تكونت. وأما موضوعنا سوريا فهي حديقة فيها أزهار متنوعة من كافة القوميات والأقليات والطوائف، إن كانت دينية من كانت مشكلة. فطبعا في سوريا يوجد العرب والأكراد والسريان والكلدان والآشوريين وغيرهم والأرمن، وهناك طوائف دينية من المسيحيين واليزيديين والمسلمين والإسماعيلية وغيرهم. فهذه كافة هذه المكونات تشكل حديقة مزهرة لواقع سوريا. ولكن مع الأسف سوريا كانت حتى تحت الانتداب الفرنسي تتمتع بحرية أكثر من وقتنا الحاضر، ومع ذلك سوريا استقلت عام 1945 وكانت نوع من الديمقراطية فيها، ولو جرت عدة انقلابات عسكرية، ولكن كان نوع من الديمقراطية موجود. ولكن منذ تسلم البعث عام 1963 سوريا أصبحت دولة بعثية، لم تعد دولة سورية بمعنى دولة لكل مكونات الشعب السوري. وهكذا استغل حزب البعث وفرض إرادته وفرض قوته على الشعب وثقافته على هذا الشعب، وهكذا استمرت الأمور إلى عام 2011 عندما قامت مجموعات مهمة من قطاعات شعبنا في سوريا بانتفاضاتهم وبمظاهراتهم السلمية التي كان لها دور كبير في الإعلام وفي الواقع السوري. ولكن هذا الحكم البعثي الذي حاول إخماد هذه الانتفاضة وهذه المظاهرات وهذه الثورة، حاول وبالتعاون مع الإسلام السياسي كما أعتقد أو أقول، يعني مع جماعات فصائل مسلحة مسلمة لإخماد هذه الثورة وبطريقتهم المتعاكسة، فشنوا الحرب باسم العلمانية على هذا الإسلام السياسي. وهكذا رد لمحاربة الإعلامية، مو باسم العلمانية، لمحاربة العلمانية. أيوة، يعني هم اتفقوا وتركوا كل هدول اللي كانوا متطرفين ويتكلمون باسم الإسلام السياسي، تركوهم من السجون ودعموهم
ليلعبوا دورهم لكي يستطيع الحكم إخماد هذه الثورة. تمام. هذه أشكرك سنعود إليك أهلا بعد وسهلا. أن نرحب مرة أخرى بالأستاذ ثائر دليلة. أستاذ ثائر، نعلم بأن جمائل الحدائق تنبع من تنوع أزهارها، فهل برأيك التنوع والتعددية في المجتمعات البشرية نعمة أم نقمة أولا قبل أن نطبقها على الحالة السورية؟ حسب شو نوع النبات اللي زرعه. شو نوع النبتة اللي زارعها تعطي نتائج. شو نوع الأسمدة وشو نوع لا، تشبيه الرومانسي للشعوب أنا ما كتير معه، لأنه هذا التنوع قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، مثل ما شفنا أنه تم استغلاله سياسيا للأسف بإعلام مضلل لتحويل هذا التنوع لحالة تدافع وعداء كل الآخر. يعني تحويل انتفاضة الشعب السوري كاملا، انتفاضته السلمية، مطالبه المحقة اللي كان عم يطالب فيها بالكرامة، بالعدالة، بالحرية، تحويل كل هذه المطالب لحالة صراع همجي. للأسف بعد 10 سنوات الكل صاروا، يعني كلمة قاسي شوي، ولكن الجميع أصبح مجرما والجميع أصبح ضحية. بعد 10 سنوات مع غياب أي مشروع سياسي حقيقي لإنقاذ ما تبقى من أزهار هذه الحديقة التي تسمى، أو الحدائق كما سميتها، علما أنه بعتبرها حديقة واحدة. لا، قل جمائل الحدائق حق العام، أي حديقة ما تتبع حديقة واحدة. يعني أنا ما أعتبر يوجد حدائق، يوجد حديقة واحدة تجمع هذه الطبيعة الأم، هي حديقة واحدة تجمع هذا التنوع. أستاذ سائر كان قصدي جمائل الحدائق بالعالم كله تنبع من تنوع أزهارها. صحيح هذا الكلام، وتنبع من البستان اللي عم يهتم فيها، كون الحدائق مصطنعة. أما إذا حكينا عن الطبيعة فنحن أمام طبيعة واحدة. أستاذ ثائر، في 2004 الكرد قاموا بانتفاضة كانت في 12 آذار. أنا ذاك يعني كان يعني نحن نعتبر، نحن الكرد السوريين وحتى الوطنيين، غالبية الوطنيين السوريين يعتبروها كانت لو وقف المكون العربي مع الانتفاضة لكانت ثورة سورية حقيقية. برأيك قمعت، وأيضا في 2011 قمعت الثورة وتحولت إلى أزمة ومأساة. شو سر ذلك؟ أول شغلة، انتفاضة الشعب الكردي في 2012 كان في 2004 كان في 2004 في حوادث سابقة إلها أدت لتنامي شعور الغضب عند إخواننا الأكراد، إحساسهم بالظلم، إحساسهم بالقمع، بالإضافة إلى أنه كمان إحساسهم بأنه سؤالهم بمسألة الانتماء. فهي المسألة أدت لهذا التظاهر. طبعا في الأنظمة القمعية التظاهر غير محمي من قبل القانون. بالدول القمعية التظاهرات تقمع، وتحديدا إن كانت ما أخذ أشكال يعني آلاف الحجج ممكن استخدامها من أجل منع المظاهرات. الأنظمة القمعية لا تقوم على حماية مواطنينا وأبنائها، تقوم على حماية الصورة راحت أستاذ سائر فقط، أو عفوا، الصورة راحت، اختفت الصورة، الصوت واضح بس اختفت الصورة. اوكي لحظة شوي لريثما تعود إلينا. تمام، تفضل. ضبط.
الو الو، ضبطت الصوره وراحت كمان. هلا الشاشه سوداء امامي. شو القصه مع بعض؟ ضعف النت عندك يبدو. ما في مشكله، ما في مشكله. هلا بتجي انترنت كما يبدو. او هلا في كل الاحوال انه تفضل. انه للاسف لا يكون لما كان الخيار هو العنفي في حل في مقابلة المظاهرات السلمية، أدت إلى ما أدت عليه من عنف، وكانت عامل تصعيدي من أجل العنف. ف هذه مصائبنا نحن في المشرق العربي. مصائبنا هي الدكتاتوريات اللي ما عندها أي قدرة على الخطاب السياسي، ما عندها أي قدرة على استقطاب خبرات أبنائها ببناء مجتمعاتهم، وب مثل ما بيقولوا بتجنيدهم، بتوجيه قدراتهم نحو بناء مجتمعات راقية. ف يعني سؤال بتخيل شو السبب انه قمعت؟ بكفي انه هو نظام قمعي، والناس الشعوب لا تملك حق المواطنة. وليس الشعب كمان مسؤولا عن ذلك، كمان مسؤولا عن ظلمه، عن اضطهاده بطريقه او اخرى. الشعب ما بتقدر تقول الشعب بشكل جمعي، يعني اتهام جائر بحق الشعوب، لأن الشعوب خاضعة لإعلام، خاضعة لتوجيه، خاضعة لعواطف، خاضعة لأديان، خاضعة إنتاج سياسي. صاروا أكثر من المهم بالنهايه المعادله واحده. الان عندنا غالبيه تقريبا. هلا لو تصير انتخابات حره يمكن الاخوانجيه بشكل نسبه العليا بالبرلمان، يعني اذا افترضنا صارت انتخابات حره. بتوقع هذا الحكي بيكون ردة فعل على المرحلة الماضية. بتخيل انه بحالة السلم والحوار المفتوح بين الديمقراطيين وبين البشر، بنحسر التيار السياسي الإسلامي وما بيكون له الدور على مدى طويل. للأسف أخذ هذا الدور، هذا التيار أخذه من دعم خارجي ومن دعم داخلي ومن تمويل ومن استثمار، من أجل وتم استثماره من أجل الصراع على السلطة في سوريا. تمام. أستاذ صلاح، على الرغم بأن الكرد ليسوا بأقلية، على الرغم بأن الكرد ليسوا بأقلية قومية، وهم الأكثرية بحسب الكثير من الوثائق التاريخية لسكان سوريا، فإن النظام والمعارضات يعتبرون الكرد أقلية، وعليه يطبق بحقهم قوانين الأقليات. فكيف إذا كان الكردي غير المسلم مثل الكردي الإيزيدي أو المسيحي أو اليهودي؟ لماذا؟ الكرد طبعا ليسوا أقلية، لأن الكرد يعيشون على أرضهم. مثلا أنا من عفرين، جبال الكرد تسمى كانت واسمها عفرين. لا يستطيع أحد أن يقول لنا أن الكرد جاءوا إلى هذه المنطقة وهجروا سكانها، فمن كانوا سكان هذه المنطقة؟ هم الكرد. إذن هم الكرد على أرضهم، ليسوا أقلية وليسوا مهاجرين جاءوا من أماكن أخرى. هذا النقطة الأولى. ثانيا، وذلك ينطبق على قامشلو وكوباني وغيرها. يعني طبعا أنا أقول يعني هذا مثال جبت على عفرين، يعني جبل الكرد. فلذلك الكرد هم شركاء في هذا الوطن سوريا، وليسوا أقلية. الأقلية الوحيدة القومية التي نستطيع أن نقول عنها أقلية فهم الأرمن.
الذين جاءوا إلى سوريا والتركمان بعد المجازر العثمانيين. أما البقية فكل إن كانوا آشوريين وكلدان وسريان وأكراد وعرب فكلهم من سكان هذه المناطق. أستاذ صلاح، حتى ومن الأقليات التركمان، يعني التركمان هناك من يقول يعني التركمان يمكن بكل سوريا ما بيتعدوا 10,000 شخص. مضبوط. فهذا حتى العرب جاءوا عن طريق الإسلام إلى سوريا، فسوريا لم تكن عربية فيما التاريخ، كانوا فينيقيين، كانوا أقوام، أراميين. كانوا أقوام، نعم. فلذلك عندما نقول اليوم نحن ننظر إلى سوريا اليوم، سوريا اليوم بأقلياتها وبقومياتها وبجميع مكوناتها الدينية والقومية والأقليات تشكل هذه شو اسمه. بالنسبة لنا نحن طبعا الأكراد يوجد عندنا أكراد مسلمين وأكراد مسيحيين وحتى أكراد يهود، وعندنا أكراد يزيدية، واليزيديين عندنا يزيدية اليزيدية، نعم. وهم يزيديين. هناك من عربوا قالوا يزيدية نسبوها إلى يزيد بن معاوية، لا هم يزيدية. الأيزيدية مو اليزيدية، الأيزيدية. تمام. وهذا وهم جزء مهم من التاريخ الزردشتي كما نقول، هم زردشتيين بالأساس، ويوجد حتى الآن المذهب الزردشتي في كثير من دول العالم مثل الهند وغيرها. وعندنا في منطقتنا أكثر من 15-16 قرية يزيدية، إن كانوا كلهم أو أكثريتهم، مثل قسطل الجندو، عنا بافلون، عنا شيخ الدير، عنا غزاوية، عنا قطمة، عنا عشقيبار، عنا يعني أكثر من 15 قرية يوجد فيها. وكذلك يوجد في منطقة الجزيرة قرى يزيدية كثيرة، واليزيديين عاشوا مع إخوانهم المسلمين، وكان هناك نوع من التآلف والتسامح والتعاون، يعني ما كان في فرق بين كردي يزيدي أو كردي مسلم أو من ديانة أخرى. هل حقا النظام حماهم؟ بالعكس، كان النظام عن طريق الأوقاف الإسلامية يحاول أن يعني ينشر ثقافة أنه اليزيدية هذول خارجين عن الإسلام. حتى عنا لأنه ما كان في مثل هلأ الموبايلات والإعلام والفيسبوك وكذا، كان الإعلام عن طريق أكثر أحيان ينشر عن طريق الجوامع مثلا في حالة وفاة أو كذا. فالجامع عنا كان ممكن المؤذن يصيح لوفاة إنسان مسلم، وكان ممكن يصيح لضياع خروف أو لفقدان محفظة، بس كان ممنوع عليهم يصيحوا لوفاة إنسان أيزيدي. هكذا كانت يضطهدون، يعني النظام بطريقة غير مباشرة كان يضطهدهم. وكان حتى القانون المدني ما كان يسمح بالزواج من يزيدي ومسلم. فهذه كلها يعني النظام لم يحمي لا اليزيدية ولا غيرهم. وأعتقد أن النظام البعثي لم يحمي حتى الطوائف الأخرى، ولو ادعى أنه أضرت العلويين أكثر، يعني رغم ادعائه بانتمائه للعلوي. فحتى مثلا السمعولية كما نقول أو الإسماعيلية، فكان أنا عندي كان أصحابين كثير منهم كانوا نصهم بالسجون في أثناء، مع العلم
هن قريبين للمذهب العلوي، ومع ذلك كانوا مضطهدين. فيعني وحتى القرى العلوية والريف العلوي لحد الآن، الريف اللاذقية يعني طرطوس نقول العلوي ما بما معنى، لحد الآن هم في التخلف هناك ممكن أكثر من مناطق سورية أخرى. فبالعكس مجموعة أو عوائل معينة، مافيات معينة استغلت اسم مضبوط. كان في مسؤولين من المخابرات وكذا ومن الطائفة العلوية، بس ليس كان معناه أن العلويين يحكمون. تماما. هناك من يقول حامي العصابة الأسدية هم السنة أكثر، يعني تمام مضبوط. كان في كثيرين كانوا مستخدمين، بس حزب البعث المافيا البعثية كانت تحكم. هذا الواقع اللي كان. تماما. سننقل ذلك إلى أستاذ سائر. أستاذ سائر، أول شيء ما تعليقك على ما تفضل به أستاذ صلاح زبار؟ اللي تفضل فيه الأستاذ صلاح زبار هو عرض تاريخي جميل، يعني بس إنه كيف بدك النظام يعترف بالأقليات إذا كانت البنية القانونية الحاملة لهذا النظام والاجتماعية تدافع عن الاضطهاد. يعني حتى اليوم لا يوجد زواج مدني في سوريا فقط مثلا. فإذا بنية النظام، البنية الأساسية له الدستور فيه مواد مجحفة بحق الشعب، بحق المواطنين، باختلاف انتماءاتهم. يعني حضرتك قلت انه الاكراد ليسوا اقليه مثلا، هذا برايك، وبراي اخر الاكراد اقليه. بدك تشوف على اي مقياس، هل هو مقياس هو قومي، اقليه قوميه، او اقليه دينيه؟ حضرتك ذكرت انه الاكراد بوسطهم في تنوع ديني. تمام. فهل هم يعني إن كانوا قومية مش أقلية، ما معناتها عندهم أقليات بالداخل. أقلية دينية، نعم. يعني كما قلنا أقلية يهودية، أقلية إزدية، أقلية مسيحية، أقلية حتى علوية. لا، لهذا السبب المقياس المستخدم بالحوار السوري هو مقياس على أرضيته خاطئ، لأنه يجرد الآخر من إنسانيته ويعتبره شيء، ينميه إلى شيء رغما عنه. عرفت لي شلون؟ يعني ذلك ما ورثناه من الحكمة الناصرية إلى البعثية الأسدية. أستاذ بغض النظر، أنا عم أحكي هلا الأستاذ صلاح عرض شيء ثقافي، وأنا عم أحكي كمان بشيء ثقافي. الانتماء، الهوية لا يمكن تكون أحادية طرف، يعني لا يمكن تكون مؤطرة. الهوية لا تؤطر. إذا أطرتها حولتها إلى فاشية، حولتها إلى أداة قمع. الأستاذ صلاح ذكر أن الدولة السورية ما قبل الوحدة والدولة السورية ما بعد الوحدة واستلام حزب البعث. تم تأطير الدولة السورية في حزب البعث وتحويلها من دولة لكل مواطنيها، علما أن هي لم تكن دولة لكل مواطنيها، بس بدنا نفترض هذا جدلا بهذا المقياس التاريخي، تحويلها من دولة لكل مواطنينا إلى دولة قومية عربية. ماشي؟ يعني في دستور 2012 لا يوجد ذكر للأكراد كقومية مثلا، والأكراد نفسهم لا يعترفون بشركائهم بالوطن، لأنه بيعتبروهم ككتلة كجماعة هيك، إنه هيدون العرب كلهم كلهم عدو. عرفت علي شلون؟ فآلية الخطاب، هذا نتيجة الفكر الموروث. آلية الخطاب تسقط الهوية الإنسانية عن البشر وتحولهم إلى جماعات يسهل قيادها وتوجيهها يمنة وشمالا. نحن شفنا كيف
نتيجة التسلح والعنف كيف تحولت الجماعات الجهادية إلى مرتزقة، يوم بليبيا يوم بمكان آخر حسب المشغل. فإذا بده يعترف الأول شيء الواحد بالآخر كهوية إنسانية قبل ما يطرح مشاريع عظيمة رومانسية، قبل ما يصنع دولة. يعني هذه كلامك هذا يدعو إلى إعادة بناء الإنسان السوري ثقافيا وفكريا. احنا كلنا مشوهين نتيجة تاريخ طويل من القمع، والقمع ليس فقط من نظام البعث، وليس فقط من انه لا، قمع لانه تاريخ المنطقة مبني على القمع. الإرث الثقافي المبني على حروب وعلى هيدا. كتب ابن رشد تم حرقها، وكتب فلان وفلان وفلان التي تمجد العنف واقصاء الاخر. استاذ سائر، في سؤال من الاستاذ خالد بهلوي يقول الاقليات كلها عانت من النظام ومع ذلك الاقليات لم تتوحد ضد النظام، لماذا؟ اول شغله الاستثمار بالخطاب الديني والطائفي في الحراك السوري وعدم اجتماع المعارضة السورية على مشروع وطني ديمقراطي مثل ما قلنا يعترف بالآخر، بوجود الآخر كما هو، بدون قولبة وبدون تجسيد، بدون زرع بحديقة، يعني يكون برا السور مش جوا السور. واستخدام تحديدا الخطاب الديني في الحراك السوري بعد عسكرة هذا الحراك للأسف خلت الأقليات أمام حالة مفترق، لم يشعروا بالأمان مع تشكيلات المعارضة اللي شفنا شو نتائجها خلال 10 سنوات حرب، وهم بكل الأحوال واقعين جالسين ويعيشون في مناطق يسيطر عليها النظام. حقيقة أنا بهذا الموضوع بحمل جزء كثير مهم لخطاب المعارضة والهي اللي تم الاستثمار فيه عبر ال10 سنوات الماضية. إذا في هنا النقطة أستاذ سائر أنه مزاعم حماية الأقليات بدعة أسدية بعثية وأسدية تحديدا لديمومة حكمه الإجرامي، وإلا لماذا يحكم على العلوي المعارض بضعف ما يحكم على غير العلوي؟ يعني مثال على ذلك، مثلا أنت من عائلة دليلة وعارف دليلة الأستاذ، تحياتنا له، حكم عليه بسجن 10 سنوات لكونه علويا، بينما حكم على المرحوم ميشيل كيلو وغيره كانت كلمته نفس المادة، حكم 5 سنوات. يعني العلوي يحكم بهذا، العلوي سواء كان عربيا او كرديا، يعني في عندنا قسم من الكرد العلويين، فاذا كانوا يعارضوا كان حكمهم مضاعفا. ما هم بدي ارجع على عدم استخدام الهويه الطائفيه للبشر، لانه انا ما بعتبر حالي سوى انسان، بتعاطف مع الضحيه واقف في وجه المجرم ايا كان. ف ريف اللاتقية او ريف الساحل بالعموم اللي هي مناطق العلويين او مناطق فيها غالبيه طائفيه علويه للاسف، ممتلئ بالمعتقلين بالمراحل السابقه، ماشي، وتحديدا في فتره السبعينات والثمانينات. يعني هلا ليش عقوبه مضاعفه؟ وحتى بالحاله الاجتماعيه والاقتصاديه كانت القرى كما ذكر الاستاذ صلاح القرى العلويه مدمره. يعني شو بيقولوا، استخدام اعلامي، عرفت لي شلون؟ يتم توجيهه بشكل او باخر للاستثمار في لصالح قوى ومجموعات محدده. فإن توافق الشعب السوري بمختلف انتماءاته على مشروع وطني جامع، بتبطل الهويات الفرعية
لها دور فعال. إذا التقى أبناء الطوائف على مشروع وطني يضمن مصالحهم كمستضعفين ويحمي حقوقهم كمواطنين، لا يقدر النظام يستغل وجودهم بهذا الشكل. طيب لو برأيك لو نعكس السؤال لماذا المكون العلوي لم يتوحدون على موقف الإطاحة بالنظام، يعني انه رفض النظام استغلال اسمهم؟ يعني لماذا لحد الآن هناك صمت، يعني إن لم نقل تأييد لبشار طبعا؟ طيب أنا بيسألك، هل المكون السلمي كله بده يسقط النظام؟ لا. كمان النظام، هل المكون الإسماعيلي كله بده يسقط النظام؟ هل المكون الكردي كله بده يسقط النظام؟ إذن الآلية، قبل ما ننتقل للأستاذ صلاح، الآلية اللي أنت تدعو إليها أنه كل المكونات تجتمع، وكما ذكر الأستاذ خالد فهلوي كمان، على مشروع، مو تجتمع تعمل قاعدة قهوة، تجتمع على مشروع. المعارضة السورية حتى تاريخه بعد 10 سنوات حرب لا تملك مشروع سياسي حقيقي وازن تطرحه على طاولة الأمم المتحدة كمشروع قانوني ضاغط يكون بديلا لنظام سياسي. النظام السوري هو نظام سياسي شئنا أم أبينا، كان إجراميا، كان ديكتاتوريا، كان ما كان، مهما كان توصيفه، ما يملك مشروعه. لم تتوحد المعارضة على مشروع ديمقراطي واحد يعترف فيها بالشرع العالمي لحقوق الإنسان من أجل مواجهة نظام طغمة. في عنا أستاذ جمان حسين بيقول، طبعا أستاذ جمان حسين بعد تحية لكم بيقول أنه أعتقد أن الاستبداد لا هوية له، والمستبدون يحابون أنصاره ويضطهدون منتقديه من كافة الهويات. بالضبط. أستاذ جمان طبعا غني عن تعريف ومعكم بأمارجي. يعني الأستاذ جمان أستاذ وصديق عزيز بأمارجي، وناشط سياسي معروف في الوسط الكردي والسوري. وكمان ويؤكد ذلك أستاذ أحمد مرعان أيضا، يعني أنه السرد التاريخي معلومات عامة يدركها الجميع، يرجى القراءة بعمق الممارسات الخاطئة. يعني فعلا يعني نحن بحاجة إلى إعادة بناء هوية جديدة، إلى بناء ثقافة جديدة، بناء إنسان جديد، يعني حتى نصل إلى سوريا المنشودة. هذا ما سننقله إلى أستاذ صلاح زبار. أستاذ صلاح زبار، أنت سياسي مخضرم والآن تعمل ضمن منظمات مؤسسات المجتمع المدني. برأيك ولك خبرة 50 سنة بالحركة السياسية الكردية وجامعيا في وقت اللي كان في كل سوريا عدد الجامعيين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة ربما في منطقة عفرين. برأيك شو هو المشروع، شو النواة المشروع، كيف بدنا نعمل مشروع، نأتي بمشروع يكون جامع لكل المبادئ والثقافة التي طرحها الأستاذ ثائر وننشدها جميعا؟ يا سيدي، قبل كل شيء أشكر الأستاذ ثائر أنه وضح نقطة أساسية، وهو أن يعرف كل واحد أنه هو إنسان. فلما منقر أنه كلاتنا والإنسانية تجمع كل البشر، فلذلك هذا الأساس أنه إنسان. فكيف بدنا نحافظ على كرامة وهوية هذا الإنسان؟ طبعا الإنسان له كمان هويته، لغته، كرامته. فهاي الأمور لحد الآن مع الأسف كما ذكر الأستاذ سائر ما في مشروع لحد الآن، ما وضع مشروع لمستقبلي لسوريا يحفظ هذه الأمور. إنما كل الأمور لحد الآن، حتى لجان المفاوضات ولجنة الدستور وغيرها، لحد الآن دائما النزاع حول السلطة وليس حول قيمة الإنسان في سوريا.
ما هو في استاذ مصدق عاشور بيقول عفوا تصديقا لكلامك، تاكيدا لكلامك، استاذ مصدق عاشور بيقول انه لا يوجد لدينا معارضه ونظام بل عصابات، الرجاء عدم التدخل بطريقه طائفيه، سوريا لجميع ابنائها بعيدا عن المحاصصه والطائفيه. طبعا نحيي ونشكر الاستاذ مصدق عاشور، يعني كلامه جميل وكان اكثر من مره ضيف في هذا هو الاساس، انه لحد الان النزاع هو بين مجموعات تريد السلطه فقط، تريد الحكم، وليس تحرير سوريا، تحرير الانسان السوري، الحفاظ على حقوق الانسان السوري، الحفاظ على الانسان كانسان وكرامته وحقوقه. بينما المناقشات ولحد الآن إن كان مع الأسف حتى المعارضة لم تستطع أن تقدم مشروع بديل للنزعة المفوية للحكم في سوريا. صراحة أنت كسياسي مخضرم وما زلت ما شاء الله شابا، يعني وابن عفرين المناضلة الشامخة بصمودها، شو هو المشروع الذي تنشده؟ يعني لتكن أنت لنبدأ من هنا، أنت وأستاذ صلاح ما شاء الله ملتقين، ونحن فعلا اتجاه توافقي، اتجاه وطني توافقي، وهو اتجاه بناء الإنسان الحر الكريم. شو هو المشروع اللي ممكن أن تستندوا إليه حتى نصل معا للدروب السليمة لبناء سوريا المنشودة؟ نعم، نعتبر الإنسان الأساس وننطلق منه لنعطي لكل المكونات في سوريا حقوقها وأهميتها، ونجمع هذه المكونات لكي يشعر كل إنسان من أي مكون كان، أي إنسان سوري، أنه هو إنسان وهو من مكون وله حقوقه. وهذا هو الأساس لأي مشروع مستقبلي لسوريا، وإذا لم يتحقق ذلك لن يتحقق العدل والمساواة في سوريا. فلذلك هذا الاعتراف نحن ليس عيبا أن نعترف بأننا مكونات، وليس عيبا أن نعترف بأن هناك اختلافات، إن كانت قومية، إن كانت عرقية، إن كانت دينية، إن كانت مذهبية، بل بالعكس احتواء الجميع تحت سيادة قانون موحد يحترم الإنسان وكرامة الإنسان، وهذا هو الأهم. وعندما نقول الإنسان وحقوق الإنسان، حقوق الإنسان تتضمن كثير من الأشياء، حقوقه في لغته، حقوقه في رأيه، حقوقه في تقليل مصيره. نحترم كل من هو متدين فيكون متدين، بس انه الدين يستخدم كعامل باسم الدين للحكم، فهذا هو المشكل. ونفس الوقت مثل ما قلنا أن تستخدم قومية للحكم والضغط والاستبداد، فهذه مشكلة. نحن لازم نستطيع أن نجمع ما هو المشترك وما هو الواقع لكي يشعر كل إنسان بأنه له حقوقه وله واجباته تحت سيادة قانون موحد. أعتقد هذا اللي لازم نعتمد عليه. سنعود إليك أستاذ صلاح في سؤال من نيفيسكارو روجنامافان، يعني الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكل، بيقول السؤال للأستاذ ثائر: ما هو مشروع النظام، وتحديدا مشروع بشار الأسد ووالده المقبور حافظ للبلد سوريا وشعبها؟ مشروع أي نظام سياسي أن يبقى بالسلطة، تحديدا إذا كان نظام ديكتاتوري. فمشروع النظام أن يبقى نظاما متماسكا يدير البلد وثرواتها ويحمي المستفيد منهم وشريتهم. هذا هو مشروع النظام، واضح. يعني الموضوع مش تسميع درس قومية، ولكن السؤال اللي بيطرح حاله بعد 10 سنوات من الحرب ومن الضحايا ومن التهجير ومن القتلى ومن التدمير الذي أصاب
بنيان هذا البلد بالكامل، لأصاب كل مكونات هذا البلد بالكامل. ما بينسأل من نفس الاتحاد، اتحاد الصحفيين، ما هو مشروعكم كاتحاد صحفيين كرد يجمع هدول الشباب، او ما هو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد؟ لا بالضبط، انا لهذا السبب اعطي له سؤال، وما هو المشروع الذي قدمته المعارضه، المشروع الوطني الجامع المبني على الحقوق، الذي يعترف بالشرع الدولي لحقوق الانسان، الذي يعترف باختلاف الاخر ايا كان، الذي يحترم حق التدين وحق عدم التدين، الذي نحن مشروعنا، انا فيني مشروع الاتحاد العام كوني احد اعضائه، يعني اقول لك مشروع باختصار بجمله واحده كما انت دعيتها، هو بناء سوريا، بناء الانسان والوطن السوري الجديد الذي لتكون لكل السوريين، يعني ينال فيه كل السوريين بكل مكوناتهم الدينيه والقوميه كافه حقوقهم. عظيم. يعني هذا هو مشروعنا. فإذا المشروع البديل لأي منظومة قمع بالعالم، لأي منظومة قمع أيا كان شكلها، هو أول شغلة مفاهيم قيم، أن يعترف الآخر بالمختلف كإنسان له حق بالوجود، حق بالكرامة، حق بالانتماء، حق الحقوق الأساسية للبشر اللي بتصون الشرع الدولي لحقوق الإنسان بالإعلام العالمي والاتفاقيات المرفقة له. ثاني شيء، يتم الحوار على المشروع السياسي، ومن حق أي شخص أن ينقد أي مشروع سياسي تطرحه أي مجموعة. يعني الإسلاميين، الإخوان المسلمين يطرحون مشروع سياسي علما أنه هن ما بيطرحوا مشروع سياسي، أنه بدهم فقط يحكموا باسم الشرع، ومن حق الآخرين أنه يسألوهم ما هو مشروعكم وكيف بدكم تتعاملوا مع ما تبقى من فئات الشعب السوري. في سؤال يسألك الأخ العزيز محمد نوح، يقول عندما يصل المثقف العربي السوري إلى قناعة تامة أن يخدم الشعب، عليه أن يعترف بحقوق القومية للآخرين. طبعا محمد نوح أحد المثقفين الذي اعتز بصداقتهم، يعني هو هي مسائل أساسية بالعرف الإنساني، إنه لما نحكي إنه الشرع الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعترف بحقوق الجماعات القومية والثقافية ما يعترف بها. يعني ولكن هلا أنا بدي أسأل كونه طرح الحقوق القومية، كيف أنا بدي أعرفك ككردي إذا كان مشروعك الثقافي ما واصلني، إذا كانت الموسيقى الكردية ما بيعرف ابن دير الزور؟ طبعا هون انا اؤكد لك انه في تقصير كان من القوى السياسيه الكلاسيكيه الكرديه طبعا وحتى الثقافيه. نتيجه القمع الطويل تماما بالضبط، والايديولوجيات اللي خضعنا لها ان كانت قوميه او دينيه او هي، وحتى من قبل ما تبقى. مش بس من هالدرجه، تعرف انا اسمي لحد الان بالهويه سليمان محمد الثاني، من وين جايبينه ما بعرف، يقرروا لانه اسم كردي مو مسجل، فتصور سائر. طبعا في استاذ مصدق، في استاذ صديق استاذنا وسياسي كردي مخضرم، استاذ صديق شرنخي، بيسأل لماذا يطلب منا فقط ككرد أن نتنازل عن حقوقنا القومية لصالح الإنسانية والديمقراطية أو الأممية وغيرها. سؤال موجه لك. مين اللي عم يطلب؟ صديق شرنخي، صديق شرنخي معروف بلكي تعرفوا، يعني أحد الشخصيات. قصدي من يطلب منه أن يتنازل عن حقوق القومية من اجل الديمقراطيه والامميه وايش؟ لحظه انا عفوا ما عم اقدر اقرا السؤال. او الامميه وغيرها، او الامميه وغيرها، الديمقراطيه او الامميه وغيرها. تمام. يعني صديقي من دقيقه مضت قلنا الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ف ما حدا عم يطلب من حدا يتنازل عن حقه
بحقه الثقافي، حقه الوجودي، حقه الإنساني، ولكن حقه الوطني والقومي. ولكن ماشي، هلا كنت عم احكي انه انت كيف بدك تطرح مشروعك القومي على اي ارضيه ان كانت الموسيقى الكرديه لا يعرفها ابن دير الزور اللي هي المدينه المجاوره لمناطق تواجد الاكراد. ماشي، اذا كانت الموسيقى الكرديه لا يعرفها ابن حلب اللي هي مدينه ملاصقه لعفرين. ما ان كان الكردي لا يعرف ثقافه ابن حلب الا بالاعلام، يعني بحكم الهيدي بس، ولكن غير لصيق. عرفت شلون؟ فاذا المشروع الضخم القومي الطوباوي، المشروع القومي بحاجه لحوامل ثقافيه، لحوامل انسانيه. طبعا استاذ سائر، المقصود الاعتراف بالحقوق وليس منحنا الحقوق. طبعا نعلم ان الحقوق لا تمنح، انما تؤخذ يعني. فطبعا الاعتراف فقط بالحقوق يعني من قبل الاخر. الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعترف بحق الجماعات والافراد بتحديد مصيرهم تمام. لا نقرا لك ما بعرف بقى اي بند من الاعلان العالمي للحقوق مشان لا معروف هي حق تقرير المصير فاذا ولكن تواجد الشعب الكردي على هذه البقعه الجغرافيه، مصيرهم هل ينفصل عن مصير ما تبقى من شعوب المنطقه؟ كنا عم نحكي شوي عن القيمه الانسانيه. اول شغله قيمه الانسان، ما قيمه الانسان كانسان. اول شيء بدي اعترف انه الكردي كائن انساني. ما قبل ما اطرح مشروع القومي، ما وبده يعترف الكردي انه الاخر المختلف عنه كائن انساني، وبعدها يتم البحث انه على شو بدهم يتفقوا، وين مصالحهم تلتقى وين مصالحهم تتفارق. عرفت علي شلون؟ يعني اما انه اطرح مشروع طوباوي ورط شعوب المنطقه في صراعات. ماشي، ورط الشعب الكردي، هلا بدي احكي باسم الشعب الكردي، ورط الشعب الكردي بصراعات مع الاتراك ومع الايرانيين ومع المكون العربي بالعراق ومع المكون العربي بسوريا هل هذا الان بعد 10 سنوات حرب، هل هو المشروع الضروري الذي لا يؤجل ان يبقى الكردي مهانا وفقيرا ويعيش تحت القمع، ما ايا كان، يعني القمع قد يكون من سلطه كرديه ايا كان، ويعيش تحت القمع، او ان اعمل من اجل قيمه هذا الانسان بما يتناسب مع كل شعوب المنطقه، لأن القيمه الانسانيه لا تجزأ. تمام. هذا ففي مشاريع طوبويه، في مدينه فاضله، احلام، مشروع عظيم لاحق، ماشي، وفي واقع سياسي بدها تعيشه العالم. الواقع السياسي اليوم بيقول انه هناك شعب مضطهد، هناك شعب بالكامل، شعب سوري. ما عم احكي عن الشعب سائر، عم بيوجه لك استاذ سائر. الاستاذ مصدق عاشور شخصيه غنيه عن التعريف، هو ابن دير الزور ومقيم كان في اللاذقيه. يقول انه تعرفت على القضيه الكرديه منذ بدايه الستينات، والتقيت ببعض القاده الكرد عبر والدي ويس عاشور. يعني الاستاذ مصدق الان تقريبا يقارب 70 عاما من عمره، فطبعا كل طول العمر له عقبال 70 سنه اخرى يعني. فيعني هناك يعني كان في معرفه بالقضيه الكرديه، لذلك هناك في تجاهل، سواء كان متعمدا او متاثرا بالفكر الشوفيني الموروث من الحقبه الناصريه الى البعثيه الى العصابه الاسديه.
طيب استاذي مشان كمان على هذا الموضوع، يعني اليوم العالم كله بالاجمع يتجه نحو نهاية مفهوم الدول القومية. يعني أوروبا عملت اتحاد أوروبي، ما للأسف من أجل مشروع قومي هيك مثالي بين قوسين، ما تنتهك أيضا كرامات البشر وكرامات الانسان الكردي. بس بريطانيا انسحبت من الاتحاد الاوروبي كما لا تنسى. بعيدا انا عم احكي كمفاهيم. يعني تمام. الشخص الذي لا يوافق على القوميه العربيه، ماشي هيك، يعني على المشروع القومي العربي، ليش لا يوافق عليه؟ لماذا لا يوافق على المشروع القومي العربي؟ لانه ينتهك من حقوق مكونات أخرى، لا يعترف بوجود مكونات أخرى غير عربية على الأرض السورية. صحيح أو ما بعرف، أو أنا غلطان؟ فإذا الآن مشروع هي كمان مصدق يقول لك أوروبا فيها صراع داخلي. طبعا الصراعات دائما موجودة. هذا الحكي ما يعني قومي داخلي فقط. هيدا الحكي، البشر دائما متغيرين. حدود الدول عبر التاريخ كان في امبراطوريات وانهزمت والى اخره، ولكن الان في هذا الواقع المرير اللي عم تعيشه الساحه السوريه، مشروع الاكراد من اجل انسانيتهم ومن اجل كرامتهم، هلا انا بدي احكي باسمهم، يعني بدي اعمل هيك هلا دفعه مزاوده على الاكراد بحكم انه انا محطوط بقفص العروبه. فمن أجل كرامتهم، من أجل إنسانيتهم، من أجل حقوقهم بما فيها الحقوق القومية، يجب أن يكون مشروعهم ديمقراطي بالتنسيق مع إخوانهم في هذا وشركائهم في هذا الوطن الذي ما يزال يسمى وطنا. يعني لا يمكن، ما يزال، يعني سوريا ما زالت سوريا، عرفت علي شلون؟ لا يمكن يكون هناك كرامة لجزء من الشعب السوري وباقي الناس يعيشون في مذلة إلا كالمستغلين والمتنفذين وأصحاب المال، وما تبقى هم ما تبقى. عرفت شلون؟ هذا مثلا نقوله إلى أستاذ صلاح زبار. لا تأخرنا عليك شوي أستاذ، لك كامل الوقت أستاذ صلاح، أولا بالرد على ما تفضل أو إضافة ما تريد أن تضيفه، وعلى الأسئلة اللي كانت مطروحة من قبل مشاهدينا، وإن لم نستطع الإجابة على كلها. أنا ما بدي رد، بس ممكن أضيف. يعني مثل ما قلنا تماما. المشروع الإنساني هو الأساس، لكن هذا لا يتناقض مع أنه نحن بالمشروع الإنساني، ومثل ما قال الأستاذ سائر بميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وحول غيرها، أنه نعترف بكل المكونات ونبني مشروع، أو سوريا المستقبل إذا بده ينبنى، لأن سوريا حاليا ما هي موجودة ولو اسمها موجود يعني، لكن عمليا هي 5-6 أقسام فيها أشكال من الحكم. فإذا بده حل الأزمة السورية لا يقوم إلا على أساس الاعتراف بالإنسان وحقوقه حسب ميثاق الأمم المتحدة. والشيء الثاني هو التوافق بين جميع المكونات من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. نحن وهذا أعتقد أنا برأيي أنه أفضل شيء لكي يشعر كل واحد بنوع من أنه حصل على نوع من الحقوق، أنه ما في غبن بحقه، أنه يكون مشروع فيدرالي لسوريا المستقبل. فلما منشوف ما ضروري يكون إلا مكونات. هلا مثلا ألمانيا
فيها 16 ولاية، كل ولاية فيدرالية، كل وحدة بتدير، الولايات بتدير موضوع الاقتصاد، موضوع الصحة، موضوع التعليم، موضوع كذا في ولايتها. وهناك مواضيع عامة في اسم الدولة تحكمها سياسات عامة. مو بس ألمانيا، يعني دول العالم. الهند دولة فيدرالية، وممكن إحدى الديمقراطيات الكبيرة هي موجودة في الهند. إذن الديمقراطية مرتبطة بحقوق هذه المكونات، وأنه كلهم يتوافقوا هالمكونات على نظام ديمقراطي يضمن حقوق الجميع. بالنسبة أنا كنت من الكثيرين اللي حاولنا واتصلنا وكان عندنا لقاءات. ما بعرف ايش الاستاذ عارف دليلي، انا قابلته اكثر من مره، يعني مرتين ثلاثه، كان من الوطنيين السوريين هون فعلا. الاستاذ سائر، يعني هون الاستاذ سائر دليل. بعرف، بس انا يعني قابلت الاستاذ عارف بزماني يبدو ان مرتين عندك ثلاثه، تعبان استاذ. وحكينا وكان متوافقين نحن بالراي كيف حلول المشاكل يعني. فكنا عم نحاول دائما انه نوع من الاخوه، انه نحن في سوريا لازم كلتنا يكون بيناتنا اعتراف متبادل بالاخوه وكذا. لكن مع الاسف اللي حاولوا ينشروا ثقافه التعصب، ثقافه التمسك بالسلطه، ثقافه هم كانوا يريدوا دائما يعملوا تفرقه ان كانت قوميه او عرقيه. وطبعا بلكي ذكرت انت، يعني لو كان مع الأسف، يعني لو كانوا بقية المناطق السورية متضامنين عام 2004 مع انتفاضة الأكراد اللي بدأت بالقامشلي ووصلت لعفرين، لكان الوضع تغير كثير مع الأسف. لكن الحكومة استغلت والمخابرات وغيرهم، ومافيا يعني هي المافيا عم تحكم سوريا، مو بس يعني اسمها اسم مافيا، اسمها حزب البعث. فحتى اللي كانوا بالجبهة الوطنية كنا نتصل فيهم نروح نشوفهم فيقولوا ما بيطلع بإيدنا شيء. يعني شكلا هن كانوا بجبهة اسمها الجبهة الوطنية عم تحكم، بس عمليا ما كان الحكم، كان حتى مو بمفهوم الديمقراطي او مفهوم انه حزب عم بحكم، لا، كانت مافيا استاذ من صلاح، ما بدنا استاذ صلاح، ما بدنا السرد التاريخي. طبعا نحن وصلنا الى ما بعرف هذا. فلذلك نحن لازم يكون مشروعنا هو العمل حسب ميثاق الامم المتحده، الاعتراف بحقوق الجميع في سوريا. وانا برايي طبعا ما بحسن بفرض رايي، انه يكون هناك توافق ضمن بين جميع المكونات على نظام فيدرالي في سوريا لمستقبل سوريا. وهو الحد، والفيدرالية هي الحد الأدنى لحقوقنا القومية كما يذكرها كل نقول ضمن التنظيمات اطار سوريا السياسية والثقافية الكلية. يعني ايوه، ضمن هذا اطار حل مستقبل سوريا. تماما. أستاذ سائر، سؤالنا الأخير ما قبل الأخير لك، سؤالنا قبل الأخير: شكل الدولة القادم. نحن مهما حكينا عن النظام وحججه ومزاعمه بحماية الأقليات، النظام بالنهاية ساقط، إن لم يسقط اليوم فغدا هو ساقط. طبعا سؤالي ما قبل الأخير: معظم الدول العربية الأوروبية عفوا وحتى العربية رفضت إجراء الانتخابات. طبعا هو الآن خصصنا حلقة خاصة عن الانتخابات الأسدية وليس السورية. يعني أنت كإنسان سوري أولا وكسياسي ثانيا، ماذا تقول للذين يريدون أن يصوتوا، وخاصة في أوروبا وفي الدول الأخرى، لبشار الأسد؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ ممكن يصوتوا بلا، يعني هم ممكن يروحوا على صندوق الاقتراع ويكتبوا لا، ما شرط يصوتوا لبشار الأسد. إذا راحوا مجرد الروحة ألا يعني الاعتراف بالنظام؟ هلا هون صار السؤال انه
شو هي نتائج هذه الانتخابات، وليش هذه الانتخابات بهذه المرحلة، وهل يعترف هذا النظام بمن تهجر من الشعب السوري في الخارج؟ يعني سؤال انه هذه الانتخابات هي جامعة ضامنة لكل السوريين؟ اكيد لا. ولكن مثل ما قلنا، مثل ما الاستاذ صلاح ذكر انه سوريا لم تعد سوريا، بل اصبحت اجزاء، وللاسف اصبحت تحت احتلالات، مشان نسميها الواحد بين قوسين احتلالات، وصارت ساحة على صراع دولي طويل عريض من مشرق الأرض إلى مغربها، وكل دولة وكل إرهابي العالم تريد مصالحها في هذا الوطن، والنظام يريد أن يبقى نظاما. هون برجع وأقول عدم اجتماع السوريين على مشروع وطني جامع، على دولة مواطنة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان بتكون هي مرجعية الأولى، سيبقى النظام أو سيتغير بشكل آخر ولكن بنفس المضمون وبنفس التركيبة، وممكن يكون أسوأ في المرحلة القادمة. سائر ديمقراطية علمانية فيدرالية، إذا لم تكن علمانية فيدرالية مسابع المستحيل تبقى سوريا موحدة. استاذي سميها اللي بدك اياه، سميها فدراليه، سميها اداره ذاتيه، اللي بدك اياه سميها. لا، علمانيه فدراليه. انا ذكرت شغلتين اساسيات. علمانيه. لا تختلف على التسميات، انا عم احكي عن مشروع. هذا المشروع ان لم يجتمع عليه السوريين سيكون اداه في هذا الصراع الى ابد الابدين، طالما كل مجموعة سورية تعتبر أنه هي صاحبة الحق الأحق، والآخرين ينتهكون هذا الحق وفقط ينتهكون هذا الحق، يعني الآخرين لا يملكون شيء وما عندهم شيء مشترك. بدنا نبقى هيك بهذا المشهد اللي شايفينه، بدها تبقى الضحية ضحية لا مطالب لحقوقها، ماشي، وبده يبقى المستثمر بهذا الصراع مستثمر في هذا الصراع لا أحد يستطيع أن يحاسبه، ماشي. حضرتك ذكرت كلمة معارضات، حضرتك ذكرت من ضمن السياق كلمة معارضات. نعم. أنا بشيل المعارضات الدينية والجهادية والإسلامية وإلى آخره. سؤالي للمعارضين وجماعاتهم اللي بيطلقوا على حالهم مشروع ديمقراطي، اللي هن طرحوا مجموعات وتشكيلات وأحزاب وبيطلقوا على حالهم بأنه هن ديمقراطيين، سؤال لهم موجه: لماذا لم يستطيعوا أن ينشئوا مشروع وطني جامع بوجه الرجعيين؟ يعني المشهد السوري مشهد مؤلم. الأساس فيه أنه يجب أن يعترف الإنسان السوري بحقية الإنسان الآخر بإنسانيته. في هذا السياق أسألك، كونك بأمارجي، هل أمارجي تؤمن ببناء سوريا ديمقراطية فيدرالية علمانية؟ أمارجي هي مجموعة، أنا لا أتكلم باسم أمارجي، أنا أتكلم باسم شخصي. تمام بس ولكن كأمارجي يعني كل احترام لها وشخصيات عظيمة يعني نحترمها. أمارجي هي مجموعة مكونات، هي تألف من مجموعة مكونات وقوى وأحزاب، وهذه القوى والأحزاب لها مشروع، ولكن تستطيع أمارجي أن هذه القوى استطاعت وفق أمارجي أن تتفق على مشتركات وتدعو الآخرين أمارجي من أجل إيجاد مشاريع مشتركة لكل الشارع السوري. يعني أنا عفوا أستاذ سايب أختصرها بجملة واحدة، ولكن أنا أتكلم هون باسمي الشخصي وليس. لا أنا عفوا أنا ذكرت كأمارجي كنخبة مثقفة نحترمها، لها كل الاحترام والتقدير لنشاطها، يعني هذه أولا. لأجل النقطة الأساسية
استاذ سائر كامارجي كاطار، انا واحد من الناس باسم تقريبا الغالبيه العظمى المطلقه اقول اذا سوريا لم تكون فيدراليه وهي الحد الادنى من حقوق القوميه، اذا لم تكون فيدراليه واعلنتها في كبريات الفضائيات كسياسي، والان اقول هنا كاعلام، اذا لم تكون فيدراليه فانا واحد من الناس وغالبيه الكرد والمسيحيين سنقسم سوريا. يعني لماذا خلينا ما نسمي الاشياء، يعني لماذا لا تكون فيدراليه يعني؟ طيب هيدا مشروعك. هلا كيف بدك توصل للفدراليه؟ ما بده يكون عندك مشروع؟ ام نحن بنضل على القائمين بالشعارات، نبقى نطلق شعار ونركض خلف الشعار. عرفت لي شلون؟ ولكن هل الشعار يطابق الواقع؟ هل ينسجم مع الواقع؟ هل يتفق عليه مواطني هذه المنطقة الموبوءة بالفساد هنا نحتاج إلى عقد اجتماعي موثق، بالضبط. فهذا اللي عم نرجع نحكي، إنه الاعتراف بالآخر، بإنسانية الآخر، بهوية الآخر كإنسان قبل مشروعه السياسي. المشروع السياسي قابل للنقد، قابل للتغيير، قابل للجدال، ولكن أنا ما يمكن ناقش هل أنت إنسان أو لا. هذه حقيقة واقعة يجب أن تكون، ما إنه أنت إنسان، هيدا أولاً، وتنطبق عليك ما تبقى. خلينا نكون واقعيين. يعني بيقول ساير، بيقول اللي بيجرب المجرب بيكون عقله مخرب. في إقليم كردستان العراق خير نموذج هنا، رغم بالدستور معترف النظام الفيدرالي، شفنا كيف التآمر صار حينما أجرى استفتاء. يعني فأنا لازم يعني ما لازم أجرب المجرب في سبيل لا يكون عقلي مخرب. أنا بدي الآن عقد اجتماعي يضمن حقي الأساسي في الفيدرالية. إذا لم تكن سوريا فيدرالية فأنا أول المخصمين لها. يعني هذا واقع. يعني حال 99% من الكرد. ما راح ادخل في جدل معك هل هي فيدراليه ام دوله كونفدراليه او مصطلح اخر، ولكن ديمقراطيه وفق الشرع العالمي لحقوق الانسان باي دوله كانت، ما تحمي الحقوق القوميه والحقوق الثقافيه والحقوق السياسيه لمكونات هيدي الدوله. الاستاذ صلاح ذكر ألمانيا لا يطلق على الألمان اسم الشعوب الألمانية، يطلق عليه اسم الشعب الألماني. ونحن نقول الشعب السوري، ولكن مكون من كذا وكذا. ولكن هناك للأسف شعوب وقبائل، ماشي، لتعرفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكل شخص يعتبر أنه هو نفسه الأقرب إلى الله وهو الأتقى، وكل جماعة يسألك سؤالي ما قبل كمان يسألك أستاذ مصدق، يقول الرجاء الجواب على سؤالي: لماذا البعثيين والناصريين وتغييب الآخرين في مسرحية الانتخابات؟ عفوا ما فهمت السؤال. أستاذ مصدق عاشور بيقول لماذا مرشحي الرئاسة يعني فقط من حزب البعث العربي الاشتراكي والناصرين ولا يوجد دور إلى الآخرين؟ لأنه يعني في مثل ما قلنا في ثقافة، بعدين في نص دستوري، وما زالت رواسب الدستور 73 بأنه حزب البعث هو قائد الدولي والمجتمع ما زالت قائمة، علما أنه هذا الحكي ما هو مذكور بدستور 2012. ولكن يعني هي الرواسب القومية والدينية هي التي يتم استثمارها للأسف في الحراك السياسي في سوريا. هي البروباغندا. هاي أستاذ جمال حسين يرد علينا، يقول الأمارجي في وثائقه تقر بالدولة الديمقراطية العلمانية اللامركزية، ويمكن العودة إليه في صفحته الرئيسية، أما بخصوص طبيعة اللامركزية وكيفية تعود إلى تفاهمات القوى. هون كمان صار في إشكالية، يعني ما بعرف ليش المثقف الكردي أحيانا مذبذب. يعني خلينا نكون واقعيين، ليه لا مركزية لا كذا؟ يعني أنا اسمي سليمان، لماذا يناديني بأبو فلان أو كذا؟ يعني خلينا نكون واقعيين، نسمي الأشياء بأسمائها. يعني فعلا شيء أحيانا يقشعر لها الأبدان وتضمحل الأفكار. أستاذي العزيز، من حق
من حق أي إنسان أنه يطرح أي مشروع. اطرح المشروع اللي بدك إياه. جزء من الأكراد يريدون دولة كردية الممتدة في كل الجغرافيا التي يعتبرونها جغرافيا كردية، مزبوط. وجزء من الأكراد يعتبرون بأنهم جزء من هذا الوطن، من هذا نعم، وأنا أعتبر هذا جزء من هذا الوطن يعني، وأعتبرها كحد أدنى من حقوقنا والحق الأدنى. أنا اللي عم أقوله، اللي بدي أوصله ببساطة، إنه من حقك أن تطرح أي مشروع بدك إياه. اطرح اللي بدك إياه، ماشي، اعمل أي مشروع بدك إياه، ولكن في واقع سياسي بدك تعيشه مرغما، ماشي، بدك تعيشه، يعني هذا الواقع هيك، بدك تشوف كيف بدك تتحايل عليه لحتى نشوف كيف ممكن حقوق الناس انه تتحقق، ماشي. مثلا حضرتك ذكرت الفدراليه. طيب ليش الفدراليه؟ من اجل حقوق الاكراد. انا بدي اسال وجاوب، مزبوط، من اجل حقوق الاكراد التي تم انتهاكها خلال كذا عقد من الزمن، مزبوط، وعدم الاعتراف بحقوق القوميه، صحيح. ولكن اذا جاءك زعيم كردي واكمل في سيره الدكتاتوريه، ماشي، لانه ما بده يكون، نحن هون طلقنا شعار وما بده يكون في قيم. شوف استاذ سائر، اتفق معك جميعا. اول شيء خلينا ناتي بدوله بعدها نتفق على شكل النظام. انا ضد، انا وكل من يحترم انسانيته الانسانيه اكيد سيرفض الدكتاتور والقمع وكل ما يعيق حقوق الانسان. استاذ صلاح، انا مع حقوق الشعوب، مشان هلا ما ينتهي يتفسر، ينزاح الحديث تبعي ويتأول ويتفسر. أنا مع حقوق الشعوب بتكوين مصيرها، بتحديده وتوجيهه، مع حقوق الجماعات بأنه تشوف هي الخيارات الأفضل لها. هلا وأنا معك كإنسان محترم، ونتشرف بك أخا وصديقا لكل الكرد. أستاذي صلاح، سؤالي الأخير يعني الانتخابات الأسدية الآن تقريبا مرفوضة من كل العالم، وكانت على أساس إدارة ذاتية في شمال وشرق سوريا اللي عملوها شمال وشرق سوريا، وهي بالأصل إقليم كردستان سوريا، فقالوا أنه ممنوعة. اليوم سمعنا أحاديث طرطيش حديث أنه في الحسكة وقامشلو بالمربعات الأمنية ستجرى. ما تعليقك على ذلك؟ على كل الانتخابات مو بس العالم ترفضه، الشعب السوري بأكثريته يرفضه، لا نقول كله، أكثريته. والقسم الموجود حاليا تحت حكم الأسد في شو اسمه عم بقبله، مو كله لأنه راضي، لأنه واقعه أنه ما بحسن يقول لا، يعني النظام الاستبدادي عم ممشيه. أما بالنسبة للمناطق الإدارة الذاتية، مع الأسف لحد الآن الإدارة الذاتية لم ترفع تمثال الأسد من القامشلي، لم تهدمه. مع الأسد هناك، مع الأسف لحد الآن هناك مربعات أمنية. هذا واقع موجود، لا أريد أن أكثر أن أتدخل في هذا الموضوع. هذا الواقع الموجود. هناك كان اتفاق بالأساس بين الإدارة الذاتية وبين نظام الحكم في سوريا لتسليم هذه المناطق لهم، وهكذا استمر الوضع. ونأمل بأن يتخلص من هم في الإدارة الذاتية من هذه العقلية ومن هذه التوازنات التي كانوا يقومون بها مع نظام البعث في سوريا ومع غيرها. ونحن نأمل معك. وصلنا إلى نهاية البرنامج. أستاذ سائر، بدقيقتين آخر كلمة تريد أن تقولها أو سؤال ما سألتك وكنت تتمنى أن أسألك إياه. صديقي العزيز، مثل ما هي هناك نشطاء ومعارضين يعملون بجد ويعملون ليل نهار
من أجل مشروع إنساني عادل لأبناء هذه المنطقة. ونحن بتمنى أنه يعني تتوقف البروباغندا الإعلامية ضيقة لصالح مشاريع ضيقة عم تجزئ النشاط السوريين وعم تجزئ قدراتهم وعم توجههم يعادوا بعض على حساب حقوقهم الأساسية اللي هن لازم يكونوا كلهم مجتمعين لأنه يطلبوا فيها يحققوها ليحققوا الحد الأدنى من كرامتهم الإنسانية. ونحن نعمل معك نعمل ذلك وما تلفزيون طيف تي في الكريمة اللي تابعة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا أنه سوى منبر، ونتمنى أن تكون مقدمة لحوار ثقافي كردي عربي جدي يصل إلى نتيجة تكون فعلا لنبني معا سوريا المشهودة للجميع. طيب معناته نحن بنقول لهم كمان للشباب الأكراد إنه نتمنى إنه يكون عيد النيروز وشعلته هي معيار للحرية ومثال للحرية تقتدى فيه شعوب المنطقة. بالتأكيد. فإن لم تكن النيروز اللي هي هذا النموذج ماشي، نيروز كاوى الحداد يعني وشعلة كاوى الحداد، إن لم تكن تحمل معنى إنساني وقيمي بالحرية وبالعدالة وبالديمقراطية وبالإنسانية، فيعني برأيي إنه المشروع القومي هون بيصبح مثل المشروع القومي هون. نوروز كاوى حداد وكل أحرار العالم، نوروز سائر دليلة، نوروز أكثر من عيسى، نوروز جمال الأبواني، نوروز كل من يؤمن بالحقيقة. أحرار العالم يجتمعوا من أجل مصالحهم ضد طغاة العالم. بالضبط، هذا ما ننشده. أشكرك جدا أستاذ صلاح زيبار، آخر كلمة، آخر دقيقتين لك، ماذا تقول للشعب السوري وللكردي بشكل عام؟ أتمنى طبعا، أنا حاليا مثل ما كتبت كمان ناشط مدني، وأأمل بأن نلتقي جميع هيئات المجتمع المدني لكرامة الإنسان ولإعادة الحياة المدنية مو الحياة العسكرية، بهالحياة المدنية أن يتمتع كل إنسان بحقوقه حسب ميثاق الأمم المتحدة، ومن ضمنها حق تقرير المصير. ولشعبنا الكردي والعربي والشعوب الأخرى الموجودة في سوريا. وشكرا لكم جميعا. شكرا لكم، ونتمنى أستاذ سائر، أستاذ صلاح، تبقوا معنا بعد ما نودع المشاهدين، تبقوا معنا بالكنترول في سبيل نحكي شوي. وباسمكم جميعا نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا، وكل الشكر لمن وراء الستار بالكنترول، يسرى زبير الكاتبة الكردية المعروفة، الأخ سيبان المهندس الجميل، لهم كل الشكر. ولكم جزيل الشكر أستاذ سائر، أستاذ صلاح زيبار، نورتونا. وتأكدوا أن طيف تي في وكل منصات الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد ستكون لحوار سوري كردي عربي لبناء ثقافة وسوريا المنشودة للجميع. أشكركم جدا جدا، وكل الشكر مشاهدينا الكرام، وانتظرونا في حلقة جديدة بيوم الخميس القادم، ودمتم في رعاية الله.